السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل سمك بالتتبيلة بمكونين أساسيين سر قرمشة وطعم ولون السمك. النشا معايا معلقتين نشا ومعلقتين كركم ومعلقة بيكنج باودر، ومعايا خل وليمون فلفل والتوابل للتتبيلة. معايا هنا ملح وكزبرة ناعمة وشطة وكمون ناعم، ومعايا توم مهروس، ومعايا الدقيق. هنضيف المكونات الكركم بيكنج باودر والنشا على الدقيق ونقلبهم كويس، ونبتدي ان احنا نتبل السمك يبقى جاهز للقلي. جربوا وقولوا لي طلع معاكم ايه بالكومنتات، ان شاء الله يعجبكم. هبتدي ان انا اجهز التتبيله. هضيف الخل ونص ليمونه واضيف الثوم والفلفل. هنا كان عندي الثوم مهروس فما دقتهوش، عشان كده الفلفل ما دقتهوش معاه. هنا احط المكونات اللي هي التوابل واقلبهم في بعض واتبل السمك. ما تنسوش بقى تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناه لو عجبكم الفيديو. كده خلصت التتبيله بتاعت السمك وهقليها. بسم الله والصلاة والطيبات على رسول الله. هنا هبدأ ان انا اقلي السمك، وده بقى كانت النتيجة. يا رب تكون عند حسن ظنكم. وهنا السلطة محبش ان انا اشارككم في السلطة او الرز. والسلام عليكم ورحمة الله.